جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني يصعب عليه الحفظ، وأن يحفظ أو يأخذ شيئا من القرآن، يجد نفسه عاجزا عن ذلك، لا يستطيع. قال: فعلمني ما يجزئني منه، فعلمني ما يجزئني منه. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الكلمات الباقيات الصالحات التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيد أن هذه الكلمات الأربع تجزئ العبد عن القرآن إذا كان لا يستطيع أن يأخذ شيء من القرآن، تجزئه. وهذا يؤكد ما أشرت إليه سابقا، ينبغي أن تشاع هذه الكلمات العظيمة في الناس شاعة كبيرة، وأن يحثوا على الاستكثار منها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن شأن هذه الكلمات العظيمات أنها تجزئ، لأن الرجل يقول: علمني ما يجزئني منه. من ماذا؟ الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. يقول: ما أستطيع، لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن، علمني شيئا يجزئني منه. فأرشده إلى هؤلاء الكلمات العظيمة التي أحب الكلام إلى الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثيرا ما، كما أشرت، كثيرا ما تقرن هذه الكلمة بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوات العظيمات: سؤال الله الرحمة، وسؤال الله الرزق، وسؤال الله العافية، وسؤال الله الهداية. فلما قام أي الرجل قال هكذا بيده. عندما يقول الإنسان في مقام مثل هذا المقام بيده هكذا، هذه تشير إلى ماذا؟ أنه عندما يقول هكذا هذه تشير إلى أنه سيستمسك بهذا الأمر ويفعلها. هذه إشارة مألوفة معتادة، حتى بعضهم يعني يكتفي بها، يقول له ستفعل. عندما يقول لصاحبه ستفعل هذا الأمر يشير هكذا بيده. فقال الرجل بيده هكذا، يعني أنه سيستمسك بهذه الكلمات وبهذه الدعوات، وسيحافظ على هذه الكلمات وهذه الدعوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير. سبحان الله، متى ملأ يده من الخير؟ لما أمسك بيده هذه المسكة الصادقة التي تنم عن قوة رغبته وعزيمته على المحافظة على هذه الكلمات والمحافظة على هذه الدعوات. ملأ يده بالخير، ملأها بهذه القبضة التي تشير إلى عزمه الصادق ورغبته الأكيدة في المحافظة على هؤلاء الكلمات. هذا حقيقة نستفيد منه فائدة عملية مسلكية مهمة جدا. عندما يسمع المرء مثل هذا الخير، لماذا لا يصنع مثل هذا الأعرابي؟ يملأ نفسه بالعزم، لا يكون حظه من العلم مجرد السماع. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ملأ هذا يده بالخير، في حث للأمة أن تملأ يدها بالخير، بأن تعزم على أن تحافظ على هذه الكلمات وعلى هذه الدعوات
العظيمة. وكما أشرت وأؤكد على ذلك، هذا فيه تأكيد أن هذه الكلمات وهذه الدعوات ينبغي أن تشاع إشاعة كبيرة، خاصة في عوام المسلمين والجهال، وأن يستحثوا على المحافظة عليها والاستكثار منها. نعم.